إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. رواه الترمذي وأحمد بسند إلى عبد الله بن عباس: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. وحفظ ذلك الوقوف عند أوامر الله بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه. وقال الله سبحانه وتعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ففسر الحفظ في الآية بالحفظ لأوامر الله، ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى، ومدح الحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وكذلك الطهارة، فإنها مفتاح الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. ومن الأشياء المأمورين بحفظها الرأس والبطن،
كما في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيحة أنه قال: الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى، ويحفظ البطن وما حوى. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ اللسان من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والقول الحرام، وحفظ السمع عن أصوات المحرمة، وحفظ البصر عن النذر إلى ما حرم الله النذر إليه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحفظ البطن وما حوى يدخل فيه حفظ القلب عن الاعتقاد الباطل والإصرار على المحرم، وحفظ البطن من إدخالها ما حرم الله من المأكولات والمشروبات. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه يعني اللسان ورجليه يعني الفرج دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك. إذا حفظ العبد توحيده ورعى حقوقه يعني حقوق ربه فعندئذ يحفظه الله في دينه وفي بدنه وفي ماله وأهله. وأعظم هذه الأمور حفظ الله سبحانه وتعالى دين العبد بأن يسلمه من زيغ والضلال والانحراف، لأن الإنسان كلما حرص على أن يحفظ، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أي كافية فلن يناله بسوء ولا يزال عليه. فإذا حرص الإنسان على حفظ توحيده وسلامة عقيدته من البدع والخرافات والدلالات حفظ الله عليه عقيدته وتوحيده، وكلما التزم الهداية زاده الله هدى. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكلما دل الإنسان والعياذ بالله فإنه يزداد الدلالة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، أي ختم على قلوبهم وسد أبواب الخير التي تصل إليه بسبب اتباعهم وأهوائهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. وفي رواية أخرى: احفظ الله تجده أمامك. ومن حفظ الله بحفظ توحيده وشريعته وقام بأوامر الله واجتناب نواهيه
وجد الله سبحانه وتعالى تجاهه وأمامه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث إمام الترمذي نوديس كإمام أحمد اللي نوديس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قافتكو ارجما ربي دوبانين غانغي دوبايات بده يا بيتك دوبايات بده. فقال وانجي الرسول صلوات ربي وسلامه عليه يا غلام يا غلام احفظ الله يا غلام إني أعلمك كلمات يا مجا جچوتا تكون سبرسيسا جئن تكفارت وانجين احفظ الله يحفظ ربي انتيسي ربي ستيسا تك احفظ الله تجده تجاهك ربي سبحانه وتعالى تيسي افدرتي اغرتا لم إذا سألت فاسأل الله ويتواخدت ربي كرد ملي المنمان كدتين. وهذا تعلق القلب بالله قلبيته وان تفخي رب متي اركدو ربي تيركس. إذا سألت فاسأل الله ويتواخدت رب مكي خردو وانا جايبات. وإذا استعنت فاستعن بالله وانت قرقار صفة لي رب ما قرقار صفة. واعلم بيخ يا قربا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك آلم نخنصو صفية رتي ولك أبمه بيتنا سباس رتي ولك أبمه الدنيا دنبوتون بيتنا سباف ليوجان بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والرب سبحانه وتعالى أزلسي ختم ملئ سببا جرخنات بيتنا باتا سببا جرخنات مسكين ما خيساباتا سببا جرخنات ركو خيساباتا يو ربين أزلك كتب ملئ إيجان إرجان إندلدان عالم هو لك أبامي سفيد الرت سيخنا بؤا بوس الرت يولك أبامن إندلدان والربين أزل سيخة بملئ حركة سببا ساني تياتي ركو غيسابات آيو خطب بملئ رب سبحانه وتعالى وانا جايبات جاتشنا جايبات خاتسي جاتشي yoo gartee waan takka tattaaffii gootee waan sanirra fashaltee yookaan wanni san siif mijaawin rabbumaatuun fedhinii jetta tana barattaa jechuudha. Dalagaa takka kaatee dalaydee namaa wajjin walin baaftanii yoo kasaartan oo dalageettee itti fannitee boo rabbumaan nuun fedhinii arra kasaarus boru arkannaa tana kabartuuf. يوخانتي أمد بوتو عمري بوتو نبي كسر الرأسوا وكذا كنا نرافوله دولار نبشر نرافوله لين دلقة نقول كنا نوكا ساره كله مثلاً تخنو بعده يا أخي محمد ختم ربي ترى دراني فشل تاني كتبمته ترى صدف فاللي لما فاللي فشل تاني كتبمته خرج لا تبغى تجيب خبرك كن تماس سنين زيرو كنولا
ummata uumanyaati eega ati haasoyte umrii tee dhuma haasoyte dhiisi waan kana jalaa gali waan kana si barsiifti tun si galee hanga feete taftaaf yoo goote jechuudha eega si waan jeen ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ركو سر جيسو داف أسو عالم له ولك أمامه دلقاتي بليسو في عالم له يولك أمامه جيروتي قولم مچيسو داف عالم له يولك أمامه ركو سر جيسو داف عالم له يولك أمامه والله الدد يعني إلا بشيء قد كتبه الله عليك يوان ربي دبرسي harka jara kanaatti ati gartee khasaaraan si mudatti lool maafuus keessa yoo rabbiin katabe jara fira keetii kanaatu warruma ati mana keessa nyaachiftuutu deebi'ee gartee aangoo tee garagalchaa deebi'ee qabeenya keetirra rakkoo fidaan yoo barrooyte harkuma isaaniitti yoommoo azalitti hin barraawin tattaaffii godhaa oolanis hin dandeenye